بسكوت شوفان وبسكوت شوفان بالشوكولاته، تحفه زي اللي بنشتريه من بره بالظبط. صباح الفل والهنا والسعاده على كل المشاهدين اللي بيتفرجوا عليا في كل حته. النهارده هعمل لكم بسكوت شوفان يجنن بجد، مش هتشتروه من بره تاني. تعالوا نشوف محتاجين ايه. كوبايتين من دقيق الشوفان، ده شوفان انا طحناه في البيت، ومعانا بياض بيضه، 3 معالق كبار من اللبن، 5 معالق كبار من دبس الرمان، لو مش موجود ممكن نستبدله بعسل ابيض او عسل اسود، 2 معلقه كبيره من اللبن البودره، معلقه ونص من النشا، رشه ملح، نص معلقه بيكنج باودر، ونص معلقه بيكنج صودا، وفانيليا. دلوقتي في البوله بتاعتنا هنزل ببياض البيضه وعليه الفانيليا و5 معالق من دبس التمر. لو حابه ممكن تقللي عن كده، بس 5 معالق طلعت معايا السكر مظبوط جدا. هبتدي اقلبهم مع بعض. هنزل ب3 معالق من اللبن، وكمان 3 معالق من الزيت، وهنزل باللبن الباودر والنشا، وهبتدي بقى انزل بكوبايه واحده من الدقيق الاول، عليها البيكنج باودر. هشوف القوام كده، طبعا هحتاج ازود نص كوبايه كمان. هسيبها 10 دقايق لان زي ما احنا عارفين الشوفان بيشرب السوائل. بعد ال10 دقايق هحط بقيه الدقيق ورشه الملح عشان نسيتها، وابتدي الم العجينه بايدي. مش محتاجه عجن، يا دوب بلم المكونات بس. بعدين هسيبها 10 دقايق في التلاجة قبل ما ابتدي اشكلها. اول ما اخرجها من التلاجة هتبقى بالشكل ده. هبتدي اقسمها وافرد اول جزء بين كيسين بالشكل ده، وهيكون عندي بسطامة بسكوت او غطا هبتدي اشكلها بيها. اهم حاجة تبقى كلها مستوى واحد عشان السوا يطلع كل واحد، وانا هحتاجها رفيعة بالشكل ده. هبتدي اقسمها بالبسطامة وهاخدها زي ما هي. بعد ما قسمتها بالشكل ده هحطها في التلاجة لحد ما افرد الجزء التاني من العجينة، ونفس اللي عملته معاها هعمله مع الجزء التاني من العجينة بالظبط. هطلع دلوقتي الجزء الاولاني من التلاجة وهشيلها من الكيس زي ما انتوا شايفين بمنتهى السهولة، واحطها في الصينية بالشكل ده. هجيب شوكة وابتدي اعملها بالشكل ده علشان اديها شكل. هدخلها الفرن على درجة حرارة 160، وبقية العجينة اللي سبناها هنلمها تاني وهعمل بيها نفس اللي عملناه بالظبط. هدخل كمان الصينية التانية الفرن، هتاخد معايا في الفرن حوالي 15 دقيقة. اول 10 دقايق بشغل الفرن من تحت، وبعدين بشغل الشواية من فوق كمان. هتطلع معايا من الفرن بالشكل التحفة ده. كمان هعمل جزء منها بالشوكولاتة، وعشان الوصفة كلها تبقى صحية جبت شوكولاتة دارك 70%. هبتدي اسيحها في الميكروويف، وبفرشة كده هبتدي ادهن بيها البسكوت بتاعي بالشكل ده. وكده اكون خلصت البسكوت وهقدمه مع شاي. تحفة بجد، بسكوت سادة وبسكوت بشوكولاتة، تحفة جدا ومناسب جدا للدايت ومرضى السكر، ومناسب كمان للفري جلوتين لو الشوفان بتاعنا اللي طحناه موجود عليه كلمة فري جلوتين. يا رب الوصفة بتاعتي تكون عجبتكم، ويا رب الوصفات بتاعتي تكون بتعجبكم. لو بتعجبكم وصفاتي دايما اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب لو انتوا بتتفرجوا على اليوتيوب. لو في اي استفسار سيبوا لي الاستفسارات بتاعتكم في الكومنتات، واعملوا فولو علشان يوصلكوا كل الوصفات الجديدة بتاعتي. وبألف هنا وشفا.